بنجلون فونداتور ربنا عقول حمرا وبيض اللون مجموعين الفلوطون هي دنيتنا تعيشي مخسرة فيها 72 سنة بيضاوي. الرزانة ديالو حيرت من كان يخطط للكيد به أو بوطنه. الهيبة ديالو تفرضات على كل من خالطو واحتكوا به في مختلف مراحل الحياة ديالو احتراما ليه واعتباره رمز الوفاء. يمقت أنصاف المواقف، فقد كان فاعلا رافضا لكل أنواع التضييقات اللي كان كيفرضها الاحتلال. هو محمد بن جلون التويمي مؤسس الوداد الرياضي الذي استوطن طيفه الكيان الأحمر وسكن الذاكرة والتاريخ منذ 8 ماي 1937 إلى ما لا نهاية. بن جلون المخلص للوطن وللرياضة والوداد تزاد 25 يناير 1912 بالدار البيضاء. تلقى التعليم الأساسي بالمدرسة الإسلامية بالمدينة قبل أن ينتقل إلى ثانوية مولاي يوسف بالرباط، هناك حيث انطلقت أولى شرارات المقاومة في المواقف ديالو، حيث أنه قاد إضراب عن الطعام بعد إصدار سلطات الإقامة الفرنسية الظهير البربري سنة 1930، واللي كان الغرض ديالو الاستيلاء على أراضي وممتلكات القبائل الأمازيغية. بعد ما شد البكالوريا دخل المدرسة العليا للتجارة بباريس، ولأنه كان مهووس بالنضال رجع للمغرب باش ينخرط في الحركة الوطنية كنائب رئيس جمعية قدماء المدارس الإسلامية في أواخر 1937، وحيث كان يمقت كل أشكال الاحتقار لكي يمارسها الاستعمار ضد المغاربة، الذي قيد بشروط وعراقيل الدخول ديالهم لمسابح المدينة إذا لم يكن يدخلها سوى المنخرطون ضمن الأندية الرياضية آنذاك. بن جلون لم يستغسل مجموعة من التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر. من هنا بدأت فكرة تأسيس الوداد في ذهن ابن المدينة القديمة. الفكرة كانت مجنونة في البداية، بل هي شبه مستحيلة، فالسلطات الفرنسية آنذاك كانت تتقن التعنت في كل ما يتعلق بإحداث أي جمعية مغربية. هذا التعنت ضعف أمام إصرار بن جلون اللي قرر تأسيس نادي السباحة وكرة الماء سنة 1937. نال الترخيص لتأسيس الفرع شريطة أن يتكون المكتب مسير مناصفة مع مغاربة وفرنسيين، وتم إحداث فرع كرة السلة سنة بعد ذلك قبل أن يخرج فرع كرة القدم إلى الوجود سنة 1939. دون مسؤول الوداد في اجتماع عام آنذاك اسم محمد بن جلون في فصل من فصل القانون الأساسي للنادي رئيسا مؤسسا سرعان ما غادر الرئاسة سنة 1942، لكنه ظل مواكبا للنادي في كل تحركاته إلى أن غادر إلى دار البقاء سنة 1997 بعد أن خدم الرياضة الوطنية من مختلف المواقع بتأسيس جامعة الريغبي والكاتش وإدارة مكتب وزارة الشباب والرياضة وتأسيس اللجنة الوطنية الأولمبية رفقة ولي العهد آنذاك الراحل الحسن الثاني، إضافة إلى عضوية اللجنة الأولمبية الدولية وغيرها من الأشرطة. 85 عام إذن من عمر محمد بن جلون كرسها لخدمة الوطن والرياضة ونادي القلب الوداد. رحل في صمت، لكن اسمه يصدح به المعترفون بالجميل ويتغنى به أنصار الأحمر في كل حين، يشكرونه بكرة وأصيلة بإحداث فريق القلب. اسمه مدون بمداد الفخر في التاريخ، اسمه يحمل مركب النادي بتوصية من الحسن الثاني رحمة الله عليهما.